السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن الإسهال البني. لو أنت أول مرة بتشوفني يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. وهنخش على طول في الموضوع. وطبعا الإسهال البني واللي بيسبب خسائر في البط بشكل كبير بسبب الإسهال البني وفي الطيور عموما. وطبعا الإسهال البني طبعا موجود عند البط وعند الفراخ وعند الطيور. والإسهال البني ده بيكون بكتيريا ناتجة عن درجة حرارة عالية أو درجة رطوبة عالية أو أي ضغط هستيري على الفرخ بتاعنا أو البط. بيكون ضغط على الطائر. وطبعا الطائر لما بيحصل عنده الضغط ده هو بيتم تنشيط البكتيريا الموجودة أساسا في الطائر. يعني الطائر بيبقى موجود فيه البكتيريا دي اللي هي الكوليستريديا. وطبعا الكوليستريديا دي هي طبعا الإسهال البني أو إسهال أسود شوية. وطبعا الإسهال البني أو الأسود بيكون ناتج عن زي ما قلنا الضغط على الطائر من حيث السجعة أو الرطوبة أو أي ضغط على الطائر أو علف مش نظيف أو سجايات مش نظيفة. وده طبعا اللي بيسبب تنشيط البكتيريا. وطبعا العلاج هنتكلم في العلاج والوقاية من الإسهال البني واتعامل معاه ازاي. العلاج في الإسهال البني واللي بيكون بأدوية. طبعا الأدوية في الشركات طرح أدوية كتير. طبعا احنا هنختار منهم نوعين من الأدوية اللي احنا جربناهم واشتغلنا بيهم وجابوا أعلى نتائج في المعالجة. وطبعا اسم الأدوية ده هي اللي هو الامبسيلين والأموكسيسيلين. الامبسيلين والاموكسيسيلين دول بيعالجوا البكتيريا دهيا اللي هي الاسهال البني. حضرتك لو استركت الطائر بتاعك من غير معالجة فده بيكون خطر على الطائر. والطائر طبعا بيبتدي يخف وزنه ويبتدي يحصل نفوج عندك في العنبر وبيبتدي ان البط يموت. او لو حضرتك مربي فوق السطح بيبتدي ان البط معاك بيخس والبط بيبتدي معاك يحصل معاه مشاكل وبيبتدي البط ان هو يموت. فاحنا هندي جرعة يا اما اموكسيسيلين يا اما امبسيلين عشان نعالج السبب دهوك اللي هو الاسهال. وطبعا عشان خاطر نكون في وقاية من في وقاية من الاسهال البني هنتكلم عن الوقاية منه. والوقاية من الإسهال البني زي ما قلت لحضرتك إن ده بتبقى الإسهال البني ناتج عن الضغط على الطائر. والضغط على الطائر ده طبعا بيسبب له الإسهال البني. الإسهال البني دوت بيكون أساسا بكتيريا موجودة في الطائر ده عموما. أما عشان إن أنا أحافظ على الطائر من إنه يصاب بالإسهال البني أو يجيله إسهال بني فده طبعا امر مش صعب وسهل. زي ما قلت لحضرتك لازم تكون سقاياتك نظيفة علافاتك نظيفة والفرشة اللي تحتيهم كمان نظيفة. وكمان درجات الحرارة يا جماعة طبعا من عمر يوم بنبتدي نخلي درجة الحرارة 35 او 33 وبنمشي على الدرجة ديت. بنفضل نخفض كل يوم طبعا درجة ولا حاجة كل 3 ايام كل 3 ايام درجة لحد ما الطائر بيوصل معانا في العمر الكبير. وبيكون الطائر بعد ما يوصل في العمر الكبير بتصيبه على الجو الطبيعي بتاعه. ده بيكون عوامل الوقاية من الإسهال البني. والإسهال البني طبعا الوقاية منه أيضا بتكون من السجع أو البرد الشديد. البرد طبعا بيسبب برضو بيخلي فيه مشاكل عند البط في الإسهالات. طبعا مش الإسهال البني بس برضو وفي الإسهال اللي هو الأحمر
والإسهال الأحمر ده إن شاء الله هنعمل عنه فيديو إن شاء الله. تبقوا تشوفوه معانا إن شاء الله الفيديو ده، وإن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل وأسبابه وعلاجه. هنتكلم برضو عن الإسهال الأخضر والإسهال الأبيض. طبعا دي أكتر حاجات بتصيب الطائر بشكل متكرر، فدي هنعالجها وهنقول لكم على الوقاية بتاعتها، بحيث إن حضرتك تبقى تعرف تربي الدورة من البداية للنهاية. وإن شاء الله برضو هنتكلم عن العلاج بالأعشاب لو حضرتك محتاج تعالج بالأعشاب. بس طبعا في حالة المرض وحالة ان يكون في مرض، انا ما انصحكش بالعلاج بالاعشاب، انصحك ان انت تستخدم الدواء، لان الاعشاب على هي شغالة وكل حاجة، بس على ما تجيب معاك في الطائر بيكون الطائر استنزف او الطائر بيبقى حصل معاه كارثة. ولكن العلاج هو كله ممكن 7 ايام ولا حاجة وبيتم الشفاء ان شاء الله. طول ما العلاج بتديله علاج كويس وبتديله العلاج يكون بانتظام، فبيجيب مع الطائر سريع. فاتمنى حضرتك لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، ونشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.